ازيك يا صاحبي؟ ازيك يا صاحبتي؟ النهاردة هنحكي حدوتة يونس وبركان الفشار. جاهزين؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كان يا مكان كان في ولد شطور ومبدع جدا اسمه يونس. يونس كان بيحب كل حاجة تكون مظبوطة، المكعبات مترتبة بالألوان، والعربية الحمراء لازم تقف جنب العربية الزرقاء بالملي. بس يونس كان عنده مشكلة صغيرة. يونس كان جواه بركان صغير بيثور بسرعة أول ما حاجة ما تمشيش على هواه. أول ما المكعبات تقع أو يضيع منه القلم، وش يونس يحمر وإيده تتشد ويصرخ ويخبط رجله في الأرض. وفي يوم يونس كان بيبني برج الأحلام بالمكعبات، وكان فاضل آخر مكعبة فوق خالص. وفجأة أخوه كان داخل الأوضة بيجري وهو مش واخد باله، خبط البرج وكل حاجة وقعت. يونس في ثانية وشه بقى زي الطماطماية وعينه برقت، وكان لسه هيرمي المكعبات في كل حتة ويصرخ، لقى حد بينادي عليه بصوت هادي: يونس استنى، بركان الفشار هيفرقع. يونس اتخض وبص وراه، لقى تيتا قاعدة وابتسمت وقالت له: تعالى يا يونس، انت عارف ان العصبية دي عاملة زي حلة الفشار؟ يونس استغرب وقال لها: ازاي يعني يا تيتا؟ تيتا كملت: لما بنحط الفشار على النار ونعليها قوي وما ناخدش بالنا، الفشار يفضل يفرقع ويخبط في الغطا لحد ما يبهدل الدنيا، وده اللي بيحصل جواك لما بتتعصب. يونس سأل بزعل: بس أنا بكون متضايق يا تيتا، أعمل إيه؟ تيتا قالت له: هقولك سر، لعبة ال5 حركات. أول ما تحس إن البركان هيفرقع، غمض عينك وعد 5 عدات، بس هنعملهم بطريقة معينة. إزاي يعني يا تيتا؟ أنا هقولك. الحركة الأولى، خد نفس عميق كأنك بتشم وردة جميلة. الحركة التانية، طلع النفس كأنك بتنفخ في شمعة عيد ميلادك. الحركة التالتة، فك ايدك الجامدة دي خالص وخليها زي السلايم. والحركة الرابعة، افتكر اكتر حاجة بتضحكك. والحركة الخامسة بقى، اسأل نفسك: هي المكعبات اهم ولا الهدوء بتاعي؟ يونس قرر يجرب. وفي المدرسة تاني يوم صاحبه شد منه الورقة اللي كان بيرسم فيها. يونس حس بالحرارة بتطلع في ودانه والبركان بيسخن، غمض عينه وبدأ: شم الوردة، انفخ الشمعة، ايدي سلايم، وافتكر شكل بابا وهو بيزغزغني. فجأة يونس حس انه بقى هادي، فتح عينه وبص لصاحبه وقال له بهدوء: لو سمحت يا أدهم، أنا لسه ما خلصتش رسمي، ممكن ترجع الورقة؟ أدهم اتفاجئ من هدوء يونس ورجعها له فورا وقال له: أنا آسف يا يونس. يونس رجع البيت فرحان جدا وحكى لمامته. مامته حضنته وقالت له: برافو يا يونس، انت قدرت تطفي النار قبل ما البركان يفرقع. ومن يومها يونس بقى معروف في البيت وفي المدرسة بالبطل الهادي. لسه بيزعل ساعات طبعا، بس بقى عارف ان القوة مش في الصريخ، القوة في انه يسيطر على بركان الفشار اللي جواه. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟